بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. في الحقيقة أنني في غاية السعادة بزيارتي إلى هذا الإقليم، إقليم بندا أتشيا. هذا رأيت فيه عبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس حينما زرت المسجد، مسجد البيت المعمور، وجدته ممتلئا عن آخره في صلاة المغرب، فأصررت وأن أصلي فيه الفجر، فوجدت المسجد في غاية الفرح والسرور من كثرة الصفوف وتلاحم الناس في الصلاة. فهذا يبشر على أن هذا الإقليم هو إقليم خير، يبشر بالخير إن شاء الله. وحينما رأيت السيدة الفاضلة المكرمة عمدة هذا الإقليم وهي تتحدث عن تطبيق شريعة الإسلام في هذا الإقليم، وجدت الحماسة في كلامها، وجدت الخير في ما يدور في هذا الإقليم، التنمية. ورأيت في هذا النظام حتى في الشوارع وفي الأماكن التي زرتها وتوجهت إليها، فهذا إن دل فإنما يدل على هذا الحرص وعلى هذه التنمية في هذا الإقليم المبارك. وبإذن الله تبارك وتعالى يتحقق لهذا الإقليم الخير ويصل إلى ما يريد بإذن الله، لأن كل الناس هنا يذكروننا بأنهم من نسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحافظون على الصلوات في وقتها ويلتزمون بضوابط الأخلاق في معاملاتهم. فهنيئا لكم بسعيكم وبجهدكم هذا إلى ما فيه الخير إن شاء الله، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير وتصبوا إلى ما تريدوا أن تصلوا إليه بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.